قصة حقيقية. وقبل ما نخش فيها ياريت نستعمل لكم سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد يا صديقي. ويلا بينا. ده شيخ ولا معالج ولا متحرش كسر؟ كل حاجة ظهرت في نظرات عينيه وهو بيبص لي، بصات شهوانية استحالة أي ست تغلط فيها. بس هو كان في موضع القوة، هو اللي معاه الخدام من الجن مش أنا. هو اللي قرر يدمر حياتي. واسمح لي يا صديقي أكمل القصة بصيغة المؤنث لأن أحكيها على لسان صاحبتها. وقبل ما الخوي يبتدي انزل يلا اعمل لايك. عروسة زي ايه عروسة كانت بتحلم بحياة وردية اللي هتعيشها مع الراجل اللي اختارته وإنها تكمل عمرها معاه. بس القدر كان له رأي تاني، ومع بداية الجواز بدأت المشاكل تظهر في حياتي، بالأخص مع جوزي. مشاكل ما كانش ليها أي تفسير غير إنها بتحصل وبس. ومع كترتها بدأ الشك يدخل جوه قلب أبويا وأمي. ومع أول فرصة ولما رحت لهم غضبانة قرروا يعرضوني على شيخ يشوف أنا فيا إيه. وجا الشيخ اللي أول ما شفت وشه الأسود وعينيه الجحظة عرفت من جوايا إن ده استحالة يكون شيخ. بس أنا كنت تحت مطرقة أبويا وأمي فعلا. وبدأت أول جلسة وأنا مجبورة. مدت على السرير وبدأ يقرأ كلام معرفش هو إيه عشان أحس بعد دقيقة إن جسمي بيتخدر وبغيب على الوعي. بس إحساسي كان لسه واعي، كنت حاسة بإيده بتلمس جسمي في كل مكان. اتسحقت من اللي بيحصل وحاولت أقاوم بس ما قدرتش، كأني في مرحلة من شان النوم. ومخيف إن أمي كانت قاعدة وراه وما كانتش ملاحظة حاجة. عدى الوقت صعب ومخيف، بس في النهاية فقت من المخدر العجيب ده عشان أسمعه بيقول إن عليا مس عاشق. هو ده اللي بيخليني أفتعل مع جوز المشاكل. والغريب إنهم اقتنعوا بكلامه، إلا أنا كنت عارف حقيقة القذر اللي قاعدة قدامه، بس ما كنتش عارف أنا ممكن أتكلم وأقول إيه من الأساس. فوجئت بيه بعد يومين جاي من تاني عشان جلسة جديدة، وبدأت أرفض بشدة وأطلب منهم بكل غضب إن الراجل ده ما يجيش تاني. بس لا حياة لمن تنادي. هو كان عارف إزاي يسيطر عليهم ويفهمهم إن اللي بيتكلم ده الجن اللي عليا مش أنا، وإنه رافض أجي لأن هو مش عايز يخرج منها. وللأسف صدقوه وكذبوني أنا، بقى يخلوني أقعد معاه بالعافية. 4 جلسات عدوا عليا زي ساعات من الجحيم وأنا في أسوأ حالة ممكنة. في النهاية رجعت بيت جوزي وأنا متدمرة ومخنوقة جدا. كنت بتمنى إن الموضوع يكون انتهى، بس دي كانت مجرد البداية. ومن يوم رجوعي بدأت أمور عجيبة تحصل في شقتي. كل شوية حاجة تولع أو كهربة البيت تبوظ. مرة التلاجة تسخن وتحصل قفلة في الكهرباء من تاني، لمبة تضرب بدون سبب. وعشت في رعب قاسي فوتش منه غير وجوزي بيتصل بنفس الشخص ويحكي اللي بيحصل، وطلب إنه يجي يبص على الشقة مع إني كنت رفض قاطع. بس جوزي كان ماشي بنفس مبدأ أهلي، ده الجن اللي رافض مش أنا. فعلا جاي يلف في شقتي كلها ويبص بعينيه قذرة في كل ركن فيها، حتى المطبخ دخل فيه. في النهاية قال مفيش حاجة هتحصل تاني ومشي. فعلا بعدها ما حصلش أي حاجة من الأمور دي، بس بدأت أمور مرعبة تحصل. مع أول ليلة قرب مني جوزي، وأثناء علاقتنا لمحت شخص واقف قدام الباب بيبص علينا. حسيت وقتها بجسمي كله بيتشل عن حركة، حتى لساني ما كانش قادر عن الكلام. حتى لما جوزي مشي على شغله سمعت صوت أنفاس حد جنبي، وتملكني شعور إن في حد جنبي. بدأت تنميلة غريبة تمسك جسمي كله وأعصابي كلها انهارت، وخاصة إني بقيت أشوف شخص كل ليلة واقف قدام باب أوضتي بيتفرج علينا وإحنا نايمين. حتى لو الباب مقفول بشوفه. إحساس إنه بقى نايم جنبي مبقاش يفارقني. ومع استمرار الرعب ده قرر جوزي يكلمه تاني. وقتها بس صرت وغضبت، ولكن كالعادة استحالة تقدر تغير فكرة إنسان مؤمر بالأمور دي. واتصل بيه وجه تاني، وأول ما شافني ابتسم ابتسامة خبيثة. طلب من جوزي يقعد معاه لوحده. بصيت لجوزي بصة رجاء
بس هو كان شايف إنه راجل عجوز وشيخ مستحيل يعمل فيها حاجة. وأول ما خرج فوقت بالدجال ده بيهمس ودني بيقول: أنا مستخسرة في الراجل اللي بره وعاوزك ليا أنا. بصيت له بذهول وأنا مش مستوعبة قذرته دي، عشان يكمل بكل خبث ويقول: مش هخليه يقدر يقرب لي غير لما أنا أقرب لك، وانت استحالة حد هيصدقك. عارف أنا بعمل إيه؟ حتى شوفي، لقيته بينده على جوزي بصوت عالي بيقول له الجن اللي عليها عنيد، ده حتى شتمني، بس أنا هقصله لسانه لو كررها تاني. وقتها بس شهقت بخوف وجريت في حضن جوزي وأنا ببكي وبقول له: خلاص مش هعمل حاجة تاني، بس بلاش تجيبه هنا. لقيته ابتسم ابتسامة قذر وقال: ده هو اللي بيتكلم، لأن خلاص كنت أحرقه ليلة، بس خفت عليها هسيبه الجلسة الجاية. سابني ومشي وأنا في حالة هستيرية من غضب وخوف، خلتني أكسر في كل حاجة قدامي وأصرخ بكل غضب الدنيا. وللأسف ده كان بيأكد لجوزي إني فعلا عليا جن. وعلى بالليل شغلت قرآن ونمت، ومسك جوزي على الشغل وصحيت أنا على رنة موبايلي. رديت وأنا لسه حاسة بالتعب عشان أسمع صوته وهو بيقول: وحشتيني. جسمي كله اترعش لما سمعت صوته، وقبل ما أقفل كمل وقال: إياك تقفل السكة، وإلا هتلاقيني واقف لك على باب الأوضة زي ما بقف كالعادة. جسمي اترعش أكتر واتكلمت بصوت مرعب: أنت عايز إيه؟ ياه، لسه لابسة العباية البلبن دي من امبارح؟ لا مش لابساها وملكش دعوة. لا لابساها، وكمان لابسة تحتها كذا وكذا. وبدأ كلبي يدق أكتر وأكتر، وخرجت أشوف القرآن مش شغال ليه عشان أسمعه بيقول: ما تخليكي في سر زي ما انتي، وأنا هشغل الراديو لما أخلص. صرت فيه وقتها وقلت له: غربة بعيدة عني. عشان يرد بغضب: اهبط، شايفة نفسك ليه؟ أنا لو طلبت أي واحدة هجيبها، بس انت عجبتيني وأنا حبيت أرجع شباب معاك. بعدها اتكلم بسرعة وقال: جوزك داخل دلوقتي، ياك تقولوا له إني كلمتي. سلام. فعلا قفل واشتغل الراديو والتلفزيون على القرآن، ومفيش ثواني ودخل جوزي من باب الشقة مستغرب ازاي مشغل القرآن على الراديو والتلفزيون. وعلى بالليل قطع النور من جديد وقررنا إننا ننام على نور الكشاف. بس فجأة وبدون مقدمات صرخات بكل فزع الدنيا. أنا كنت شايفة شيء بشع زي القرد نايم جنبي. صرخت أكتر وأكتر وجريت لتحت عند شقة حماتي اللي طلعت مرعوب على صوت صراخي. جوزي نزل يجري ورايا عشان اتفاجئ إن شكله بقى عادي خلاص. وقتها اتحججت قدام حماتي إني اتخضيت لما النور قطع عشان أعدي الموقف. اتصل جوزي بوالدي وأخوي عشان اتفاجئ بيه جاي من تاني معاها. وأول ما شفته صرخت وقلت لهم: انتوا جبتوا القذر ده تاني؟ لقيت والدي بيزعق وبيقول: عيب اللي بتقوليه ده. لقيته ابتسم وقال: انت حضرت؟ طيب كتفوها عشان أعلمه الأدب. فوجئت بجوزي وأخويا بيكتفوني جامد، وهو قدامهم نزل بكف إيده على وشي بكل قوة. بكيت جامد واستنجدت بوالدي، كان بيبكي وبيقول: سامحيني يا بنتي. ضرب وضرب وضرب لحد ما تقريبا أغمى عليا من الوجع والقهر. أنا بتضرب قدام أهلي على وشي وهما بيكتفوني كمان. فوت عشان أسمعه بيهمس في ودني، فرميت نفسي في الأرض عشان أبعد عن أنفاسه القذرة. كنت منهارة مش مصدقة نفسي. لقيته طلب وقتها من والدي فلوس 3500 عشانه و4 عشان البخور ولازم الجلسة. وللأسف دفعوا له فلوس كمان بعد ما ضربني. ورجعت مع جوزي وأنا حاسة غضب شديد. اتصلت بيه وشتمت بكل شتايم الدنيا، بس هو كان بارد ومبسوط وقال لي إنه عايز يضربني تاني قدامهم هيعمل كده، وعرض عليا إني لو مش موافقة عليه ممكن أروح لحد تاني. ما بقتش عارفة ده قوات ولا دجال ولا إيه. فهمت منه إنه بيحتاج ستات للناس اللي بتيجي تفتح مقابر. قفلت السكة وأنا غضبانة أكتر وأكتر. فضلت أيام بشوف نفس الراجل قدام السرير. كنت بنزل أنام عند حماتي عشان ما أشوفوش، لأنه كان بيظهر في شقتي بس، لأن القذر دخل شقتي أنا بس. ومع الجلسة الجديدة قررت واستعنت بالله، وزي ما تيجي عملت أكل كتير وحاولت أبان إني كويسة قدامهم. ما هو لازم ياكل بقى،
بما إنه قال إن عنده سكر واللحم الضاني بيتعبه، فأنا عملت لحم دسم جدا وبشاميل ورز ومكرونة. هو كان بياكل، وكل ما يقف كنت بغريه ياكل كمان وكمان. أهل استغربوا الموقف ده بس محدش اتكلم، وهو افتكر إني استسلمت. فضل ياكل وياكل، وخليته يشرب بيبسي كمان. ولما اداني مشروب اشربه قبل الجلسة رميته ومشربتوش. طبعا طبلة بيدخل معانا لوحدنا عشان الجن يحضر بسرعة. فعلا دخلت معاه، كنت مجهزة كرسيين عشان أقفل باب الأوضة. كان فعلا تعبان ومش قادر اتكلم من كتر اكل الدسم. لقيته بيمسك ايدي وبيقول تعبتيني معاكي. وقتها بس ابتسمت وقلت ونام ويتعبك اكتر. وبكل قوتي وبرجلي ضربته تحت الحزام وصرخ وحاول يعلي صوته وكأنه بيقرا عشان محدش لاحظ بره. ولما الباب خبط قال مفيش حاجة، ده الجن حضر وانا هربيه. رديت عليه وقلت هتربيني انا يا قذر؟ تعال نشوف مين هيربي التاني. كل غضب الكون ضربته مرة واتنين و10، ومسكت الأزاز اللي على التسريحة وضربته على وشه. كنت بنتقم بكل غضب، حقي كان لازم اخده. فين وفين لما قدروا يدخلوا. مسكوني قوي لأن وشه كان بيجيب دم ومش قادر يقف مكانه. كل تعب قال أنا خلاص هصرفه، ومثلت النغمة عليا. فوقت إن الجن فعلا اللي كان بيضربني وقتها، وبس ابتسمت لما شفت الدم على وشه، شفت العجز في عينيه. من وقتها بدأت أعيد وأزيد إنه خد فلوس كتير، لازم نبطل الموضوع ده. حتى شقتي اتحججت إن لازم نجهز شقة تانية عشان الدور عالي، وفضلت عند حماتي ما بطلعش الشقة لحد ما جهزنا الشقة. الخط بتاعي كسرته وحذفت رقم من تليفون جوزي، كنت عارفة إنه مش هيغير لما حد اتصل بيه، وأنا خلاص تعبت. وللأسف أمي توفت بعدها، وسبت شقتي كلها ورحت قعدت فترة في بيتي. ورجعت ربنا واستغفرت كتير، وحسيت إني فعلا بتحسن قوي، وبقت حياتي ماشية كويس. بس اللي مقدرتش أتخطاه هو جوزي اللي انفصلت عنه. وللأسف راجل بيمسكني عشان أضرب، وبيسمع راجل غريب يقعد معايا لوحدنا، ما يستحقش يبقى راجل عيش معاه. ورغم كل حاجة أنا راضية وعارفة إن ربنا هيرضيني، وبحمده دايما وبطلب منه العفو. قصة حقيقية وكلمتين لوجه الله من اللي قال القصة. مفيش شيخ بيطلب يختلي بحالة لوحدها، مفيش شيخ بيطلب مبلغ كبير، مفيش شيخ بيضرب ويحط ايده على المريض غير على راسه، بيكون من غير رداء أو من خلال رداء أقصد، في وجود محرم، ويكون كل علاجه بكتاب الله والأذكار وبس. وغير كده يبقى خليك راجل واضربه بالجزمة. كده انتهت قصتنا ورحلتنا النهاردة يا صديقي. وقبل ما ننتهي انزل قولي تحت انت ايه رأيك في القصة، وهل هي حقيقية ولا لأ؟ سلام.